قد تظن انك نجوت ثم تهزمك اخبار الصفقات والانتقالات، ومش معنى ان الدوريات بدات اننا مش هنروح نبص على الصفقات المولعه والفرق اللي بتحاول ينقذ ما يمكن انقاذه في اخر دقائق من الميركاتو. يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من الميركاتو من على الكنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام عن برشلونه لحد دلوقتي لسه عندها صفقات عايزه تمشيها. خوان لابورتا وديكو عايزين فلوس باي طريقه، عايزين يمشوا لعيبه بكل الطرق اللي موجوده، حتى لو ما بيكنسش ارضيه الملعب ممكن نمشيه. ومره واحده قال لك برشلونه جندوجان طريق السلامه انت خلاص مجانا، وجندوجان دلوقتي في السيتي. اما عن ارسنال فالكلام عن صفقه ميكيل ميرينو، اخيرا الصفقه تمت. ومش بس كده، كمان توتنهام في الاسبوع ده عمل صفقه جديده، وليفربول مش بعيد عنهم. صدق او لا تصدق، ليفربول اتم صفقه جديده ولكن لسه الاعلان الرسمي ما تمش. اما عن كارثه الميركاتو وكل ميركاتو، النادي الاكثر تبذيرا والاكثر غرابه تشيلسي اللي لسه مستمر في عمليه التطهير والتطفيش لكل اللعيبه الكتيره اللي موجوده في النادي دي وملهاش اي 30 لازمه. تقريبا تشيلسي قربوا يسرحوا العاملين اللي هم بيكنسوا وينظفوا في الملعب عشان خاطر مش لاقيين مكان للعيبه الجديده اللي عايزين يجيبوها واللي جابوها الاسبوع ده بالفعل. وعلى الناحيه الثانيه في الدوري الايطالي، كبيرين ايطاليا الميلان والانتر بيخلصوا في صفقات جديده الاسبوع ده برضه. بس قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، احنا الحمد لله زي الفل اهو وشغالين وبنطلع فيديوهات، وفيديو كل يوم ويوم ولا كل يومين، فندعي ربنا نستمر على كده وما يقطع لنا عاد. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. ولو مش متابعني على فيسبوك هتلاقي برضه فيديوهات على فيسبوك، ما تنساش تعمل فولو على فيسبوك. نبدا كلامنا وكالمعتاد عن برشلونه. ملف البيع لسه شغال وبقوه، ما احنا محتاجين فلوس، برشلونه محتاجه فلوس خاطر النادي ده تقريبا قرب يشحت. ولو انت ما تعرفش فبرشلونه بيفتح لايفات على تيك توك عشان يجمع هدايا من المتابعين، تقدر تروح انك تدعم النادي عن طريق انك تشوف لايف من اللايفات ده وتبعت له ورد، تبعت له اسد، انت ورزقك بقى. وكانت المفاجاه في الاسبوع ده ان برشلونه قرر يتخلى عن جندوجان مجانا، وجندوجان قال لك انا راح اشوف السيتي بالفعل، واللاعب راح السيتي وخلاص الصفقه تمت ورجع السيتي مره ثانيه. ولكن على لسان حال جندوجان قال لك انا راجل وسخ ان انا جيت هنا اساسا، يعني اللاعب الاكثر صناعه للاهداف في الموسم اللي فات واللي قبل اللي فات، اللاعب اللي كان بيخلص لك ماتشات كتير جدا جدا جدا، مش عايزه يعني بص مقفله من كل الجهات. اللاعب الافضل في السيزون اللي فات اصلا كله هو كان الكاي جندوجان. قال لك لا مش ده افضل واحد، احنا مشيه، انا مش عايزه اصلا في الفريق، احنا كده كده عندنا لعيبه تانية ما نعرفش عنها اي حاجه ممكن تعمل لنا حاجه السنه دي. يعني ايه الفكره من ان احنا نمشي جندوجان؟ يعني مش فاهم. مره واحده قال لك انا مش عايز جندوجان، هل ده عشان مرتبه الكبير؟ ما ديونج بياخد 36 مليون في السيزون، روبرت ليفاندوسكي بياخد 33 مليون في السيزون، يعني جت على جندوجان اللاعب الوحيد اللي ممشي لك الدنيا. مش فاهم بصراحه، كان قرار يعني في غايه العبث، يعني ما حدش فاهم اي حاجه. جندوجان اللي لحد دلوقتي ممكن يديك سنتين كمان على الاقل، وهو يعتبر رمانه نص الملعب عندك دلوقتي. فلحد وقتنا هذا ما تعرفش اداره برشلونه بتفكر ازاي. اما عن انسو فاتي فجاي له عروض من وولفرهامبتون، وكمان اشبيليه جنبنا هنا في اسبانيا عايزينه، وكمان عرض من فيربخشة في تركيا. مورينيو قال لك تعال بص على الواد ده كده نشوف الدنيا فيها ايه، جايز نطلع منه حته فنيه ولا حاجه. فنقدر نقول ان في 3 عروض على الطاوله لانسو فاتي. محتاجين فلوس، محتاجين اي حاجه تجيب لنا فلوس يا جماعه، والله يعني اللايفات التيك توك مش عامله حاجه مع الاداره. اما عن فيتور روكي اللاعب البرازيلي، فبرشلونه حدد سعر اللاعب من 30 ل 35 مليون يورو، وده اللي انا قلته لكم في اول حلقه عملناها عن ميركاتو برشلونه واحنا لسه اصلا في اليورو. فيتور روكي عنده عروض من سبورتنج لشبونه وريال بيتيس، وفي عرض من الهلال السعودي برضو زي ما قلنا قبل كده، ولكن تقريبا والصفقه شبه اتحسمت اصلا لريال بيتيس في الدوري الاسباني. اللاعب تقريبا هيروح اعاره لمده سنه، برشلونه هيدفع جزء من المرتب وريال بيتيس يدفع الجزء اللي باقي. اما عن جواو كانسيلو فالملف بتاعه لسه مفتوح وما تعرفش الدنيا راح فين وجايه منين دلوقتي. برشلونه عايز اللاعب بس مش معاه فلوس، والسيتي عايز يبيع اللاعب بس ما فيش حد داخل يشتري في جواو كانسيلو. اللاعب خلاص داخل على 30 سنه، وبرشلونه قال لك انا ممكن اخده. السيتي قال له ادفع، قال له لا والله ممكن اعاره ثانيه. فاحنا ممكن نشوف في كانسيلو في اعاره ثانيه السيزون ده، ولكن لسه مش شيء اساسي. الجديد بقى ان انا لسه قاري خبر امبارح ان الهلال السعودي قدم عرض لمانشستر سيتي عشان خاطر كانسيلو. فهل هتشوف كانسيلو بينضم لكتيبه الدوري السعودي والطايفه اللي راحت دي كلها، ولا هنشوفه في نهايه الميركاتو لاعب برضه لبرشلونه ولكن على سبيل الاعاره؟ ما احنا قاعدين بنشحت، ما فيش حاجه اصلا عايزين ندفعها. واخر الاخبار عن برشلونه ان الناشئ ميكيل فاي نادي ستاد رين الفرنسي خلص فيه بصفقه قيمتها 12 مليون يورو. برشلونه قال له انت خدته ب 12 مليون بس معلش اللاعب ده يجي منه قدام، فوقت ما انت تبيعه انا ليا 25% من الصفقه. بعته ب 100، بعته ب 200، بعته ب 10، انا ملزمني 25% قدام في الصفقه. واخيرا وليس اخيرا اللاعب الناشئ الصاعد الواعد ابن اللمسيه الجوكر ابن النادي سيرجيو روبرتو بيمضي لنادي كومو اللي لسه صاعد للدوري الايطالي في صفقه مجانيه. الحمد لله شفنا
سيرجيو روبرتو بقميص غير قميص برشلونه. معلش احنا بنصور دلوقتي كده، ظهر لي خبر ان فيدريكو كييزا تقريبا هيروح لبرشلونه، ممكن النادي يدفع فيه 15 20 مليون يورو ويجي النادي. ما تعرفش ايه فكره كييزا ده اللي الانديه كلها اصلا بتتخانق علشان ما تاخدوش. قال لك ده لاعب ما يبغاه احد انا اخده. برشلونه تقول لك انا عايز اللاعب ده، مش ده ما حدش بيفكر فيه، خلاص يا عم. هو كمان اليوفي عايز يتخلص منه، اي حد عايز يتخلص منه هتقول انا يا باشا، هتقول انا، وما عندك ما فيش اي مشكله خالص. اما عن ارسنال ملك ملوك البريمير ليج والنادي اللي مخلينا في غايه الانبساط اليومين دول، ارسنال دلوقتي عنده ازمه مع انكيتيا، مش عارفين نبيعه ولا حد عارف يخلص فيه. ارسنال مشبس ومثبت في عايز كام، عايز 30 35 مليون. يابا طب يرضيك في نوادي مقدمه، قال لك ماليش دعوه، انا عايز الفلوس دي في انكيتيا. واللي في نفس وضع انكيتيا ده هو ارون رامسديل حارس ارسنال، برضو الحارس عايز يطلع وارسنال طالب فيه حوالي 25 او 30 مليون يورو، يعني برضو ما فيش نادي هيدفع الرقم ده في رامسديل دلوقتي. الدنيا صعبه والفلوس مولعه، وتشيلسي واخد كل فلوس العالم حاططها عنده هو ومانشستر يونايتد، فالدنيا في الضياع. فاحنا لحد دلوقتي كده معانا انكيتيا ورامسديل لا بيلعبوا ولا هم موجودين في الفريق ولا هم باعوا وجابوا لنا فلوس. ما احنا محتاجين برضو صفقه المهاجم السوبر دي لازم تخلص يا جماعه الصفقه دي لازم تخلص قبل نهايه الميركاتو عشان ربنا يبارك لنا ونخش السيزون معانا مهاجم سوبر. الواد جيوكيريس هيخلل مننا هناك في سبورتنج لشبونه، وقال ما ناخده بالخمسه ومش هناخده بال 75 دول، ده احنا ممكن ناخده بال 160 مليون لو استنينا عليه موسم كمان. الواد جايب 29 هدف الموسم اللي فات، ممكن السيزون اللي جاي نلاقيه جايب 45 جون ولا حاجه. وبعد ما ارسنال اعلن رغبته انه عايز يتخلص من رامسديل، قال لك بقى في تشيزني فسخ عقده بالتراضي هو ويوفنتوس، فمتاح عنده مش عارف كام و30 سنه كده، بس الراجل ده لعب عندنا قبل كده واحنا ممكن ناخده نشوف الدنيا فيها ايه معاه. يعني لو بقى في صفقه كده ولا حاجه مجانيه عشان خاطر احنا بنحوش فلوس عشان المهاجم فممكن ناخده. فهل ممكن نشوف بقى تشيزني الايام اللي جايه دي بيمضي مع ارسنال كحارس تاني جنب دافيد رايا ولا ايه الدنيا؟ اما عن ميكيل ميرينو وبعد طول انتظار وبعد حوارات وكلام ومناقشات وفصال رايح جاي، الصفقه بتتم رسميا، وميكيل ميرينو جنرزاوي بقيمه صفقه 32 مليون يورو زائد 5 متغيرات. والحقيقه انا ما شفتش ارخم من اداره نادي ريال سوسيداد ونادي اتلتيك بلباو. اللاعب ما كانش موجود رسميا اصلا في الماتش الاولاني مع ريال سوسيداد، فليه بقى نقعد نفاصل ونماطل؟ اللاعب مستف اموره وماضي عقده وواخد فلوسه ومتفق على الراتب بتاعه وعامل كل حاجه، فليه المماطله دي كلها يعني؟ اما مانشستر يونايتد فقال لك صباح الفل، احنا في اول اسبوع اهو بنعلن ان مفيش جادو سانشو في الفريق. اللاعب خد فرص كتير جدا في فتره التحضيرات وفتره الماتشات الوديه، ولكن تين هاج قال لك خلاص انا مش عايزه، مش مقتنع بيه اصلا، بمعنى صح دور لك على نادي تاني. فسانشو دلوقتي ما قداموش غير خيارين، اولا خيار باريس سان جيرمان وده خلاص يعني باريس قفل السكه في وشه ومش عايزينه خلاص. الخيار الثاني هو انه يرجع لبروسيا دورتموند، وبروسيا مرحب باللاعب ممكن يجي في اي وقت عادي وينضم ويكمل مع نادي بروسيا. انا مش فاهم والله صح، مش فاهم اداره مانشستر يونايتد دي بتفكر ازاي يعني. انا بجد تعبت لهم، انا تعبت لتين هاج. لا انت عارف الغلط من تين هاج ولا انت عارف الغلط من مانشستر يونايتد واداره مانشستر يونايتد نفسها، ما تعرفش الغلط جاي منين. عندك كمان دلوقتي بعض الاخبار اللي بتقول ان مانشستر يونايتد مهتم بالمهاجم بتاع برينتفورد ايفان توني. طب انت عندك دلوقتي راسموس هالاند وجايب جوشوا زيركزي ومسجل لك الهدف الاولاني في ماتش الافتتاح قدام فولهام اللي يكسبك قبل الماتش يخلص ب6 دقائق، فراح تدور على مهاجم ثالث ليه؟ مش يعني عندك راشفورد بيلعب مهاجم صريح برضه عادي، فانت عايز ايه بقى؟ يعني انت عايز ايه؟ هتخلص على كل المهاجمين في العالم؟ يا راجل ده ارسنال بقاله 6 سنين مش عارف يجيب مهاجم غير جابريل خيسوس. ولكن احقاقا للحق يعني لما تعرف الرقم اللي مطلوب في ايفان توني تعرف ان ده عرض مغري، لان برينتفورد طالب تقريبا 40 مليون. ولكن برضه اللاعب ده له عروض من السعوديه، نادي الهلال السعودي مقدم عرض ال 40 مليون، والنادي القادسيه برضه اللي لسه راجع برضه مقدم عرض ب 40 مليون، والاقرب انه هيروح للسعوديه، يعني هيختار فريق من الاثنين دول كده ويروح له. ونرجع تاني بقى لتين هاج. التين هاج بيدور على لاعب خط نص حاليا، فقال لك اروح لمين؟ اوجارتي من باريس سان جيرمان، وغالبا الصفقه دي تمت في السكرته بس لسه ما بقتش رسميا. يعني اوجارتي تقريبا يعني بنسبه 90% موجود في مانشستر يونايتد اصلا بيخلص دنيته وحاله دلوقتي. وقال لك ممكن برضه نبص على دي يونج من برشلونه حدد سعر دي يونج قال لك من 60 ل 65 مليون مش اقل من كده عشان نبدا نتكلم ونتفاوض. ما احنا محتاجين فلوس فمش هنبيع يعتبر لاعب من اهم خط نص عندنا في بلوشي كده ممكن ب 40 50 مليون، لا يا باشا 60 65 مليون عشان نبدا نتكلم ونتفاوض. وعلى ما اعتقد ان الصفقه دي لو مانشستر يونايتد شد حلو فيها شويه هتتم. برشلونه ممكن تتخلى عن دي يونج اصلا لوحده بياخد حوالي 36 مليون يورو،
في السنه، فده رقم يعني بالنسبه لسقف رواتب برشلونه دلوقتي. السيتي بقى بعد ما خلص الصفقه بتاع كالفين فيليبس لابسيتش تاون على طريق اعاره مجانيه، قال لك بقى بص احنا في مفاجاه، زي ما قلنا جوندوجان رجع، والله يا شوف ودينا نص الملعب مجانا، خدنا نص ملعب مجانا، ولكن طبعا فرق السما من العمى بالكواليتي اللي موجوده لجوندوجان يعني. اما على ليفربول فبيخلصوا في اول صفقه، وبصراحه صفقه مش مفهومه بالنسبه لي لانه حارس مرمى. الصفقه دي بنسبه 90 95% تمت. الحارس بتاع جورجيا اللي لعب في اليورو اللي فات وبيلعب حاليا في نادي فالنسيا، وهو الحارس جورجي مامارداشفيلي. الصفقه دي هتتراوح قيمتها ما بين 30 ل 40 مليون يورو، مش عارف ليه ليفربول دفع 30 ل 40 مليون يورو في حارس، او 30 مليون يورو حتى في حارس، بس انا معتقد ان ده حارس صغير لسه عنده مستقبل، 23 سنه، فبتتكلم ان احنا ممكن نلعبه مثلا 3 4 مواسم جنب اليسون، وبعد كده هو اللي ياخد المكان مكان اليسون، ونشوف الدنيا فيها ايه بعد كده معاه. ولكن الخبر الحزين عند جمهور ليفربول ان زوباميندي رفض العرض بتاع ليفربول رسميا. اما عن توتنهام فبيخلصوا في صفقه جديده الاسبوع ده، لاعب صغير عنده 19 سنه ويلسون اوديبيرد، وده بيلعب في نادي بيرلي، وقدر توتنهام يخلص في الجناح ده بحوالي 30 مليون يورو. اما عن العشوائيه وقمه العشوائيه، النادي العشوائيه كله تشيلسي، فتشيلسي اليومين دول برضه بيحاول يخرج لعيبه بشتى الطرق اللي موجود. نروح معانا الاول واحد بروخ، بيحاولوا يودوا اللاعب ده لابسيتش تاون باي طريقه، اللي هو خدوه هاتوا ونديكوا فلوس، احنا عايزين نفضي مساحه ومكان في النادي. وخد عندك كمان تشالوب، جاله عرض اعاره من بولونيا، ولكن تشيلسي قال لك لا معلش انا عايز فلوس، انا هطلب في اللاعب ده 30 مليون يورو برضه. وتشوكاميكا برضه محددين سعره 30 مليون يورو، ما تفهمش ايه حوار 30 مليون يورو ده اللي تشيلسي مصممين عليه، ولكن هي تقريبا ده السعر الرسمي لكل لاعب عايز يخرج من تشيلسي. عندك كمان رحيم ستيرلينج وتشيلويل، الاثنين على قائمه البيع، ولكن مين هيروح يدفع فلوس في رحيم ستيرلينج ومين هيقدر يدفع فلوس في تشيلويل؟ برضه الدنيا لسه مش واضحه قوي بالنسبه للاثنين، هل هيكملوا في النادي ولا هل هيمشوا؟ هل لو ما جالهمش عروض كويسه هيفضلوا يلعبوا، ولا ماريسكا هيقعدوا مع الدكه ويركنهم على جنب؟ ما تفهمش ايه الدنيا. اما عن الدوري الايطالي فالدنيا هاديه، الدنيا هاديه خالص. ميلان ويوفي بيخلصوا صفقتين كده، مش عايزين وجع دماغ، والموضوع بسيط خالص. اليوفي خلص في اللاعب كالولو ب 15 مليون يورو زائد 5 متغيرات، والميلان بيخلص صفقه يوسف فوفانا ب 25 مليون يورو، ومعاهم نابولي قال لك انا هروح كمان اعمل صفقه ولا حاجه، فجاب ديفيد نيريز اللاعب الهولندي اللي كان بيلعب في اياكس ب 30 مليون يورو. صدقني والله الدوري الايطالي ده طول عمره بيعمل صفقات ولا حد يسمع له حاجه. يمكن تكون الصفقه الوحيده اصلا اللي عملت قلق هي الصفقه بتاعت لوكاكو، رايح جاي رايح جاي، روما انتر تشيلسي. عارف ليه عامل قلق؟ عشان خاطر كان بيلعب في تشيلسي. ولحد هنا يكون خلص كلامنا عن الصفقات والانتقالات والاشاعات اللي دارت خلال الاسبوع ده. ولو وصلت لغايه هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه، وبالتاكيد ما تنساش تتابعني على باقي المنصات، وما ننساش ندعي لاخواتنا ربنا يثبتهم وينصرهم، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.